السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من شيبات وحلويات جهة آية. إن شاء الله الفيديو يلقاكم على خير وبخير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طلبية مغايرة على باقي الطلبيات اللي كنت كنشارك معكم، فغنشارك معكم خضرة هكا سوطي اللي كتجي رائعة وكذلك صحية، كتقدروا ترافقوا بها أطباق ديال الشواء، ترافقوا بها دجاج كذلك محمر اولا اطباق ديال السمك. فكنتمنى الاقتراح ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم، كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وما غنزيدش نطول عليكم. غادي نمر مباشره لطريقه التحضير. واول حاجه بديت بها وهي لاصوص اللي غندير بها القرعه. عندي هنا معلقه دهليسه، عندي تقريبا 3 ضرسات ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الكمون، عندي شويه قزبر ومعدنوس، عندي معلقه صغيره ديال التحميره، شويه فلفل اسود او الابزار والملح اللي كيبقى على حسب الذوق. غندير مع هادشي زيت الزيتون ونديرو يتشحر شويه. في هاد الاثناء كنكون القرعه يعني درتها تفور. من الاحسن انكم تفوروها البنات على انكم تسلقوها في القرعه، يعني كناخذها كنغسلها مزيان وكنديرها مفورها وكندير كذلك هاد المكونات يتشحروا غير واحد شويه الا بجهد باش ديك الثومه ما تبقاش هي مجهده وكطيب صافي. وكنديرها على القرعه البنات ما تفوروهاش يعني بزاف باش ما تجيكمش كتهرس. هاد القرعه البنات تقدروا تحضروها بهاد الشرموله وديروها في بواطه في الثلاجه وتبقاو تاخذوا منها حتى لمده اسبوع. كل ما يعني بقات كل ما كتشرب منها هاد الشرموله وكل ما كتجي لذيذه. ما كنحركها بالمعلقه لا والو، كنحركها هكا بشويه باش ما كتهرش. وضروري ديروا القرعه تكون ديك الصغيره باش تجيكم لذيذه. كذلك هاد لي شو بروكسيل حتى هو خديته غسلته، حيد دوك الوريقات من الفوق اللي كيكونوا يعني هكا ما مغسولينش مزيان اولا فيهم هكا السوسه ولا شي حاجه. وهادو اللي كبار البنات كندير لهم غير واحد الشقيقه هكا من التحت، غير باش ملي كندير فيهم ديك الشرموله كتدخل معاهم ديك الشرموله في هاد الشقيقه هادي. واللي صغيورين ما غاديش يحتاج. انتما ضروري كنقيه وكندير فيه ديك جريحه هكا ورقدوها البنات واحد شويه في الماء والخل. قبل ديروا واحد شويه في الماء والخل. وكنديروا كذلك حتى هو يفور اولا تسلقوه. كذلك البسباسه البنات خديتو حتى هو غسلته مزيان، نقيتو قسمته على 4. غنديرو حتى هو في البرمه وغادي نديرو يفور. فانا دائما كنبغي انني نفور الخضره احسن من انني نسلقها، لان مفوره شويه كتحافظ على الفيتامينات ديالها. وبالنسبه لي شو بروكسيل حتى هو بعد ما فار خديت هنا مقيله درت فيها شويه الثومه شويه زيت العود، درتها تشحر واحد شويه وكنضيف داك لي شو. كنحاول نحطو هكا غير بشويه باش ما كنهرسو ما حتى شي حاجه. نزيد عليه شويه ديال الملحه شويه الفلفل الاسود اولا البزار، وكنزيد كذلك شويه ديال القزبر معدنوس وكنوضعو على النار غير واحد شويه. وانا كنحرك غير المقله البنات، ما ديروش معلقه وتبقاو تحركوه غير المقله حتى كيتشرب ليا كامل ديك اللقامه. هنا اللي كتبغي المذاق الكمون ممكن انها دير شويه ديال الكمون. انا بما انني خضره اخرى ندير فيها الكمون فهذا غنكتفي انني ندير فيه غير المذاق ديال الفلفل الاسود وداك زيت العود والثومه وديال المليحه. هانتوما بحال هكا البنات المقيله يعني كتخلطوها. بالنسبه للبسباس من بعد ما فار خديت هنا البنات شويه ديال الثومه غبره، شويه ديال زيت العود، شويه ديال الفلفل الاسود اولا البزار، شويه ديال الملحه. درت شويه ديال الخل اولا العصير الحامض اللي كان عندكم. وكنبقى كندهن بهذا الشكل هذا. درت كذلك قزبر معدنوس. الا بغيتو الا ما كانش عندكم ثومه غبره ممكن تحكوا واحد الضريز ديال الثومه. الا عندكم مطرد كذلك ممكن تزيدوا واحد المعلقه صغيره د المطرد وتخلطوا هاد المكونات. هاد الطريقه البنات اللي كندهن بها كنوزع هاد الشرموله عليه كامل بلا ما نحتاج نحركو ولا حتى شي حاجه، لان الا خويتها في بلاصه وحده ما غاديش توزع عليه كامله. فهذه الطريقه سهله وناجحه. بالنسبه للوبيا خضراء سلقتها في شويه ديال الماء والملحه ومن بعد صفيتها ودرت لها شويه الماء بارد باش ما تكملش طياب. هنا خديت شويه ديال زيت الزيتون، درت فيه شويه ديال الثومه كنديرها تشحر ومن بعد كنضيف شويه ديال الفلفل الاسود اولا البزار وشويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه شويه ديال القزبر ومعدنوس. وكذلك كنديرها تشحر واحد شويه وخارج النار يعني حتى كنحيدها من فوق النار. عاد كنزيد واحد القطرات ديال العصير ديال الحامض. كنبقى الحاجه اللي وجدت ليا كنديرها في البوطه ديالها. بالنسبه لهاد البوطات البنات اللي سولتوني عليهم كناخذهم بجوج ديال الدراهم بالغطايات ديالهم بكل شيء، يعني كيستحملوا السخونيه لانهم ديال الالومنيوم. فهما اللي كنخدم بهم هكا الحاجه اللي كتكون هكا سخونه. فيهم بزاف ديال الاحجام، فيهم اللي دايرين، فيهم اللي بحال هكا. وممكن كذلك طيبوا فيهم الكغاتان، طيبوا فيهم الكيك، يعني طيبوا فيهم في الفران. وبالنسبه للبنات البروكولي حتى هو خديته فورته. بغيتو تسلقوه البنات سلقوه وديروا معاه واحد الخماره باش ما يكحلش ليكم. ونفس الخليط اللي درت البسباس كندير داك زيت الزيتون مع قزبر معدنوس ملحه البزار شويه ديال المطارد الثومه غبره صافي. وكنخلط هاد المكونات وكنبدا كندهن
ولا كنشرمل الخضره ديالنا كامله، الخضره كاع اللي ما كنقدرش نحركها كندهنها بهذه الطريقه، يعني كنوزعوا عليها هكا كتجيني سهل. لان الا كبيتو في بلاصه وحده بقيت كنحرك كما كتعرفوا البروكولي فهو كيكون دغيا كيتهرس. نفس الشيء بالنسبه للشيفلور كندهنو حتى هو بديك لاصوص بعد ما كنكون فورتو. ديك لاصوص البنات ممكن تضيفوا اللي بغيتو تنقصوا اللي بغيتو، اللي ما كيبغيش مذاق ديال الثومه ممكن ما ديروهاش، اللي كيبغي المذاق الكامل ممكن تضيفوها، يعني داكشي كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. بالنسبه للاثمنه البنات نبغي نعطيكم الاثمنه، ولكن كما كتعرفوا الخضره راه كطلع وتنزل، الخضره مرات تكون ب5 دراهم مرات تكون ب15 درهم، يعني هاد الخضر كامله كتحسبوا البنات الضعف ديالها، كتقداو داكشي ديالكم كامل ملي كطيبوها وتساليو كتضربوا داكشي اللي خسرتو في جوج. لان واخا نعطيكم انا مثلا، فمثلا اليوم القرعه ناخذها ب5 دراهم يقدر من بعد تاخذوها نتوما ب15 درهم. مني الثمن ديال الخضره كما كتعرفوا ماشي ثابت. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من لايكاتكم وخليتكم على خير ان شاء الله. حتى الفيديو قادم.